ليه النار مهمة؟ وليه أكلنا ما يتسواش إلا بيها؟ وليه تلسعنا بس ما نقدرش نستغنى عنها؟ في البداية خليني أحكي لك قصة النار. النار هي واحدة من أهم العناصر اللي موجودة حوالينا. في شوية علماء بيقولوا إن تم اكتشافها من 1,400,000 سنة، وفي علماء تانيين بيقولوا من 500,000 سنة. بص، مفيش تاريخ محدد ليها، بس هي على قديمه، والإنسان زمان استخدمها للطبخ والصيد والتدفئة. بس زي أي اكتشاف على مر التاريخ، النار أثرت في البشر بشكل كبير جدا، ويمكن لولاها ما كناش وصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي. عالم الانثروبولوجي كريستوفر دانالين كتب مقال قبل كده وقال ان اسلافنا زمان ما كانش عندهم القدره ان هم يعملوا حرايق، ما كانش عندهم الوقت ان هم يحاربوا بعض بالنار، بس كانوا بيصطادوا بيها، يعني اكتسبوا شويه مهارات صيد يطبخوا بيها مثلا، وده ادى لتطوير مهارات الطبخ واكتشاف انواع جديده من الاكل. يعني اللي عايز يقوله لك ان النار زرعت في الانسان القديم شويه تسامح وابداع. كمان كريستوفر بيقول ان انا غريزيا برتاح للنار، وفي شويه ادله اوليه كده ان ضغط الدم بينخفض لما انت بتكون قاعد ومتدفي بالنار. طب ايه هي النار وايه هي طبيعتها؟ عموما عشان يبقى قدامك نار فانت محتاج لثلاث عناصر مفيش اي غنى عنهم: الوقود، الحراره، الاكسجين. لو انت محتاج لحاجه تشتعل فانت بتحتاج وقود زي الخشب او حتى البنزين او ممكن الورق، وعشان الوقود ده يحترق محتاج تفكك الجزيئات بتاعته وتخليها تتآكل وتبعد عن بعضها، فانت محتاج هنا درجه حراره عشان كل ده يتم. ولما تتفكك الجزيئات بتاعت الوقود دي وتبتدي ان هي تبعد عن بعضها، بتحتاج ان هي ترتبط بذرات اكسجين وتبدا تديلك الطاقه على شكل نار، والموضوع ده علميا اسمه الأكسدة. عموما الوقود والحرارة والأكسجين العلماء أطلقوا عليهم اسم كده اسمه مثلث النار. وخليني بقى أقول لك على معلومة غريبة جدا وممكن أنت أول مرة تسمعها. أنت لو عندك وقود وعندك حرارة لكن ما عندكش أي أكسجين، مفيش نار هتحصل. ومش هنروح لبعيد، لو رحت مثلا على كوكب زي كوكب الزهرة أو كوكب المريخ مش هتلاقي عليهم حرايق، في وقود وفي درجات حرارة عالية بس كمية الأكسجين ضعيفة، فبالتالي ما بتحصلش عملية الأكسدة، وبناء عليه ما تحصلش عملية الاحتراق. وده اللي خلى العلم يحدد ان كوكب الارض هو الكوكب الوحيد اللي انت تقدر تشعل عليه نار. وخليني اضرب لك مثال على حاجة بتحصل قدامي وقدامك. الخشب على سبيل المثال بتكوينه بيحتوي على جزيئات مصنوعة من ذرات مرتبطة بالكربون والهيدروجين والاكسجين، ولما تبتدي الحرارة تمسك في الخشب تبدأ جزيئاته دي تتفكك وتبعد عن بعضها، وتبدأ ان هي تدور على ذرات اكسجين عشان خاطر ترتبط بيها، وتبدأ تديلك الطاقة بتاعتك على شكل نار، وبيكون لون النار مايل للأسد. عشان ما نتعمقش اكتر في الكيمياء خلينا اقول لك شوية معلومات بسرعة كده عن النار. لو في حريق في مكان وفي استقرار في نسبة الاكسجين وكمان في وقود بوفرة وفي استقرار كمان في درجة الحرارة، هتفضل الحريقة تزيد وتزيد وتزيد. تاني حاجة، حجم الاكسجين بيأثر على لون اللهب نفسه. يعني مثلا لو في كميات قليلة هتلاقي اللهب لونه اصفر، ولو في كميات كتيرة هتلاقي اللهب لونه ازرق، زي ما قلنا في موضوع الخشب من شويه. تالت حاجه، انت عشان تطفي اي حريقه في الدنيا فانت قدامك ثلاث طرق: يا بتزيل مصدر الوقود، يا بتزيل الاكسجين اللي موجود في الهواء نفسه، يا بتخلي النار تمتص الميه وتنطفي لوحدها. رابع حاجه، في حاجه اسمها الاحتراق التلقائي. في بعض انواع الوقود بتولد درجه حراره من نفسها، ودرجه الحراره دي بتيجي عن طريق التعفن زي السماد والقش وشويه الجرايد القديمه. خامس حاجه، انت ممكن تولع نار عن طريق تلج. طب ازاي يعني؟ لو جبت التلج وعملت منه عدسه مكبره وسلطت عليها ضوء الشمس، فانت بتركز الضوء ده على وقود معين، فطبيعي هتديلك نار. سادس حاجه واخر حاجه، حرايق الغابات من اسوأ الكوارث الطبيعيه واللي ممكن سرعتها توصل ل 25 كيلو متر في الساعه. صديقي، بعد ما عرفت النار بتتكون من ايه وبتحصل ليه، تفتكر لو النار دي ما كانتش موجوده كنا هنبقى عاملين ازاي؟ لو عندك اجابات سيبها في الكومنتات، او ممكن تنزل تبص على المصادر وهتلاقي الإجابة. أشوفك في الحلقة الجاية.